بصي المنظر تبارك الرحمن. حمام كريم بطريقه المحترفين. دي الماسك اهو وكده 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 كده. تسخن على قد ما تقدري. استنيته ينشف. شعري يعتبر ما خدش 24 ساعه. بيبقى الفرد بتاعه ليس. اول حاجه هنقشر فروه الراس. معلقه سكر، معلقه كمان ظرف قهوه سريعه الذوبان، معلقه زيت جوجوبا، فيهم معلقتين خل تفاح، ادي 2، وتفضلي تخلطي كده لحد ما القوام يبقى كريمي معاكي. تقسمي من النص كده وكده مساج كده وكده كده وكده وكده، عشان بقيه الروتين اللي هنعمله على الشعر مش هينفع يتعمل على فروه مش نظيفه. وبعدين 10 دقايق وهنغسل شعرنا بشامبو. عدوا ال10 دقايق وغسلت شعري بشامبو وبلسم بس. جه دور حمام الزيت، من احلى حمامات الزيوت اللي جربتها وشفت منه نتيجه عجبتني قوي. لاحظت طول، لكن لو كانت بنت تانية اللي بتستخدمه عندها تساقط في فروه راسها اكيد كانت هتحس بتقل، بس انا ولله الحمد ما عنديش تساقط. كده وكده ومساج كده وكده، وتوزعي حلو كده. بصي المنظر. مساج على قد ما تقدري تمسجي وكده، وعلى الشعر كله من بره جوه كده. هسيب الزيت على شعري من ساعه لساعتين واغسله. بعد ما اغسله هوريكم اخر خطوه. قلت هعدي ساعتين، قعدت 3. غسلناه شامبو وبلسم بس. ليه؟ عشان هوريكم تريكايه موت. ده ايه يا كتكوته؟ حمام كريم. هنفتحه كده، شايفين دي مش هنرميها. هعلمكم تعملوا حمام كريم بطريقه المحترفين. مقدار معلقه كبيره، وهناخد الزيت بتاعنا وهنملى البمبايه دي على مرتين. دي اول مره، ونخلطهم ببعض. بسم الله. كانك بتكبسي حمام الكريم في الخصله، زي بالظبط كبسه البروتين. اقفلي على الخصله كده وكده وكده. تخليكي ممله بجد والله العظيم. عايزه نتيجه خليكي ممله. هسيبه على شعري من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. ولما تغسلي شعرك اغسليه بنسبه من 90 ل 95%، مش بنسبه 100%. هناخد من ورق السلوفان. عندك مش عندك عادي، بتلفي بيها شعرك كله. ما كملتش ثواني وراسي ابتدت تسخن. ممكن بدل ما تحطي كيسه تحطي الفوطه الميكروفايبر. ليه؟ عشان فروه راسك تسخن على قد ما تقدري. وعلى فكره التركيه دي انا عملتها لما عملت حمام الزيت، بس للاسف ما صورتهاش. مقفلين الشعر على الماسك ازاي؟ استني، انت رايحه فين؟ ده لسه الفرح شغال. انا امبارح شطفته بعد الحمام الكريم، استنيته ينشف، رحت لفيته دوامه. وللاسف شعري ما قعدش في الدوامه 24 ساعه. زي ما انا ما بقول لكم، كل 3 4 ساعات بقلبها من جنب لجنب. لله الحمد اتفرد، بس مش الفرده المتينه اللي انا بحبها. يعني لو كنت اتاخرت في الدوامه شويه كمان. بصوا حمام الزيت وحمام الكريم بيعمل ايه في الشعر. ان شاء الله تبارك الرحمن. ادي نتيجه ماسك الزيت وماسك حمام الكريم. تنظيف الفروه والدوامه. 3 حاجات. رقم 1، هتقشري فروه راسك. بوله صغيره بتحطي فيها معلقتين سكر، معلقه قهوه اللي هي سريعه الذوبان اللي هي كيس النسكافيه، معلقه زيت، معلقتين خل تفاح. تميكس كل ده مع بعضه لحد ما تحسي ان السكر عطالك فوم. تنضفي فروه راسك 10 دقايق وتغسلي شامبو وبلسم. تطلعي من الشامبو والبلسم. البنات اللي بتقولي رشحي لنا انواع زيوت، جيب زيوت ايه ونميكس ايه على ايه. خلاصه الزيوت في الازازه دي. الازازه دي من براند ترنديفا. الاونه دي انا بستخدم الزيت ده بس، ما بستخدمش معاه زيوت تانية. ان انا لما بحب استخدم حاجه ما بحبش ادخل معاها حاجات تانية فتوه مين فيهم اللي عطاني النتيجه. تسيبيه على شعرك من ساعه لساعتين. بعد كده تغسلي شعرك بالشامبو. هتطلعي بعد ما تغسلي شعرك تحطي حمام الكريم ايفا كيراتين، غني عن التعريف. يعني هو مش محتاج نتكلم عليه. من اجمل حمامات الكريم اللي استخدمتها، موجود في كل الصيدليات. بعمل ايه؟ باخد معلقه كبيره من حمام الكريم وبميكس عليها زيت وميكسهم ببعض واسيبهم على شعري نص ساعه. وبعدين بتشطفي شعرك من حمام الكريم. بتطلعي بتلفي شعرك بفوطه مايكروفايبر. انا بحب قوي قوي قوي. ثانيه واحده. دي الفوطه المايكروفايبر اللي بقولك عليها دي عندي احسن مليون مره من الفوطه دي اللي هي فوطه الحمى. فاهمه قصدي؟ الفوطه العاديه بتاعتنا بتاعت الجسم. ليه؟ لانها بتكون قاسيه على الشعر، خشنه على الشعر، عكس الفوط الميكروفايبر رخيصه سعرها مش غالي. يعني انا دي كنت جايباها من فتح الله. ما عندكيش فوطه مايكروفايبر. ده تيشيرت اسلاوي، اي تيشيرت قط جل تشيلي فيه شعرك. تيشيرت على راسك كده وتقعدي لحد ما ينشف. حمام الكريم من الصيدليه، الزيت من صفحتهم، وهحط لكم لينك الصفحه. لما بتعملي حمام الزيت في نفس اليوم اللي بتعملي فيه حمام الكريم هو اللي بيديكي النتيجه دي كده. خلاص اعملي لي قلب عشان خاطري. ده الفيديو هدح الام. حاجتين انا عايزه حاجتين عشان خاطري. قلب، اعملي لي قلب ادعي لي دعوه حلوه من قلبك. يلا 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 يلا. باي باي.